السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معاكم البريوات ديال لي زيبينار ساهلين واقتصاديين وصراحه صحيين. نتمنى ان تعجبكم هذا الفيديو، تابعوه حتى الاخير. انا كما ما شفتوا عندي واحد شويه ديال لي زيبينار اللي خليتهم هادو مطحونين، خليتهم حتى نزلوا ليا مزيان صافي، وزدت عليهم واحد شويه ديال الزويته. بالنسبه للعطريه غادي ندير معاهم مليحه، شويه ديال الابزار، وغادي ندير ثومه بودره اولا جوج ضروسه ديال الثوم. ضروري نشوفوا لينا من الماء مزيان باش ما يقطعوا ليناش الورقه. غادي نضيف واحد شويه ديال السودانيه باش تبن لهم، صافي. غادي نقص عليهم البوطه متوسطه، نخليهم حتى يتشربوا الماء كامل اللي فيهم. دابا صافي هما تشربوا لينا الماء اللي فيهم وطابوا. غادي نضيف عليهم هاد الفرماج اتارتيني، غادي نضيفوا عليهم، استعملوا اي نوعيه ديال الفرماج عندكم. الفرماج كيبقى على حسب الكميه تاع لي زيبينار. تقدروا ديروا حتى الفرماج مثلثات. غادي نضيف حتى هو منه واحد 3. هاد الحشوه ديال لي زيبينار كتجي زوينه بالفرماج الا كان فيها كثير. غادي نستعمل شويه ديال الايضان، يعني الفرماج الحمر. صافي غادي نخلط كلشي مع بعضياتو. صافي غادي نطفي عليها ونخليها تبرد. هاد الطريفات ديال الفرماج اللي بقاو ها هما راه تيذوبوا غير مع السخونيه. صافي غادي نطفي عليها ونخليها تبرد تماما. عاد غادي ندوز معكم باش نعمروا لي سيكار ولا البريوات. صافي دابا غادي بردات ليا الحشوه ديال لي زيبينار مع الفرماج. غادي ناخذ الورقه، غادي نستعمل هنايا لي فوي دو بريك. استعملوا اي ورقه ولا اي نوعيه ديال الورقه بغيتو. غادي ندهنهم لا بزيت ولا بحتى شي حاجه. صافي كناخذ تقريبا معلقه كبيره ديال الحشوه ديال الفرماج مع لي زيبينار. بالنسبه للطريقه راه بارطاجيتها معكم بزاف ديال المرات، خليت لكم هكايا على لو بلان طرافاي باش تشوفوا. صافي كنجيب هذه هنايا، ها هي بقات راسها هي اصلا. صافي كنبقى كنصاوب في لي تريونغل اولا في هاد المثلثات ديالي. هادي تندخلها هنا بلا عجينه بلا حتى شي حاجه. ها هي صافي كنحطها. نعاود معكم واحده اخرى. قدرتوش تحكموا فيها، ديروا واحد الخليط ديال الدقيق مع الماء صافي ولصقوهم. تكون هي على هذا الشكل.
تيكون هذا هو الشكل النهائي. انا ساليتهم دابا صافي، لويتهم، غادي نحتفظ بهم حتى الوقيته ديال الفطور. ديك الساعه غادي نقليهم انا في الزيت، باسكو هاد الورقه هذه ديال اللي بغيك بالنسبه لي انا كتجي غير مقليه في الزيت. الا بغيتو تدهنوهم بالزبده والزيت وتدخلوهم في الفران دهنوهم، بغيتو ديروهم في القلايه الهوائيه كذلك. بالنسبه لي انا الورقه ديال اللي بغيك كتجي غير في الزيت، مقليه غير في الزيت. واذا استعملتوا ورقه واحده اخرى طيبوها كما ما بغيتو، كما ما قلت لكم، يا اما في الزيت يا اما في القلايه الهوائيه يا اما في الفران. نتلاقاو من بعد باش نوريكم الشكل النهائي. هكا تيكون الشكل النهائي ديالهم من بعد ما قليتهم في الزيت. نتمنى ان تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها لكم ولوليداتكم. نتلاقاو في فيديو جديده ان شاء الله.